السلام عليكم. تصدقون يا شيعة أنني كلما تعمقت في دينكم وجدت أشياء جميلة ودرر ثمينة وألماسات وأشياء رائعة جدا. أتمنى أن تسمعوا هذا الفيديو لأهميته. يقول لك البحراني: فصاروا صلوات الله عليهم محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، يعني من النواصب أو من المخالفين، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين. حتى لو ما في ولا قائل من المخالفين، الأئمة الأطهار يمارسون التقية ويجيبون إجابات كاذبة، أرواحي لهم الفداء، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم. تمام. هذا من هو يا شيعتنا؟ هذا المحقق البحراني. طيب، ننظر شيئا آخر. قال: فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. شفتم يا شيعتنا؟ الأئمة يمارسون التقية حتى مع الشيعة، ويتعمدون إيقاع الخلاف بين الشيعة. تمام. تخيل، وهما شيعيان، رجلان من أهل العراق من شيعتكم، فالأئمة يخالفون في الفتاوى ويمارسون التقية حتى مع الشيعة، حتى لو لم يكن هناك أحد من المخالفين. أيضا يقول: اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد، وتعجب زرارة: ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه. شفتم يا شيعتنا؟ أيضا يقول لك: وبهذا الإسناد قال سيدنا الصادق عليه السلام: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه. يعني يجب عليك يا شيعي أن تمارس التقية والكذب حتى مع أصحابك وأحبابك وأمك وأبيك، لتكون سجيته مع من يحذره. يعني يقول لك: يا أخي لا إله إلا الله، أقسم لكم بالله يا شيعة، شوف، في العادة الإنسان الفطري السليم ما يرضى بالكذب والنفاق والدجل وأن يعيش يعني ظاهره خلاف باطنه وكل حياته كذب وترقيع. والإنسان الرصين العاقل ما يقبل هذا الشيء. لكنكم يا شيعة صدقتم هذه الأحاديث، فأصبح الكذب عندكم شيء عادي، مع أن الإنسان العادي، والله العظيم الإنسان الكافر النصراني، أي واحد يكره الكذب يا أخي، يكره النفاق، لأن الكذب يعني يدمر قيمتك عند أي أحد، حتى عند أصحابك وعند أعدائك وعند كل أحد. لكنهم جعلوا يقول لك سجيته، ضروري تكون سجيتك الكذب مع من يأمنه. تخيل يا شيعي، يقول لك يجب عليك أن تكذب حتى على أصحابك وجوبا، ليس منا. يعني يا شيعي أنا أنصحك بعد هذا الفيديو انتبه، ضروري تكذب على كل شيعي وشيعي وعلى أمك وأبيك وكل الناس. اكذب 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 حتى تدخل الجنة مباشرة. شفت كيف؟ يقول لك حتى تكون سجية، أهم شيء يكون سجيتك أنك كذاب. سبحانك اللهم. طيب، ماذا يقول هذا الجواهري؟ أيضا يقول: اللهم إلا أن يكتفى في التقية بمجرد وقوع الخلاف بين الشيعة. يقول لك هذا احتمال من الاحتمالات في إحدى المسائل التي يرد عليها. يقول: ما في حل إلا أن نقول أن الأئمة فعلا يتعمدون إيقاع الخلاف بين الشيعة فقط، ما لها جواب إلا هيك. شفتم يا شيعتنا؟ يا أخي لا حول. أول شيء يا شيعة عندكم الإمام يخلق، وأصلا هو الذي خلق النوازب ورزقهم، وهو المسيطر على ذراتهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وبيده ذرات الكون كاملة. وفي الأخير تقية وكذب منقطع النظير. لذلك تجد الشيعة يستحلون الكذب على أنفسهم، والله العظيم.
الحسينات كلها كذب على الشيعة. يعني شوف يحرضك حتى على الكذب على الشيعي، تخيل يا شيعي. مع أنه حتى التقية التي في القرآن الآية إلا أن تتقوا منهم تقاه، ما تقول لك تكذب على الكافر أصلا، تقول لك تداري مثلا تعطيه مال علشان يعني تكفي نفسك شره، أو أنك تتجنبه بأي طريقة من الطرق. مش ضروري الكذب أصلا، الشيعة جعلوا الكذب أصل الدين، 19 الدين. ومرة يقول لك أهل البيت شجعان لا يخافون الموت ولا يهابون كراري. شفتم يا شيعة كيف التناقض في دينكم الأغر؟ أقسم لكم بالله يا شيعة لا يجوز لكم أصلا أن تأخذوا الدين من هؤلاء العلماء، لأنهم غير معصومين ولأنهم دخلوا للكذب. كل هذا على لسان الصادق. ليش سموا الصادق صادق؟ لماذا؟ لأنه كان صادق. أنتم جعلتم يا شيعة كذاب وأكذب الخلق. يقول لك ضروري تكذب في كل شيء. تخيل يا شيعي أن السيستاني مثلا أو أي واحد مفتي يجلس يكذب مثل أهل البيت، مثل المعصومين حقك. كل ما جاء رجلان كل واحد يعطي فتوى، بعدين يقول لك ايش قال لك انت وانا ايش قال لي، واختلافات وتمزق. هل هذا هو الدين؟ ليش يضل الناس عن سبيل الله؟ طيب يا شيعتنا، يقول لك يفتيك رجلين في مجلس واحد كل واحد عنده فتوى وهم شيعة. إذن يتعمدون الباطل، يتعمدون إضلال الناس. كيف ما أنت مسكتم به لن تضلوا؟ هم مصدر الضلال يا شيعتنا. يعني علي بن أبي طالب يقول أن عمر مضى نقي الثوب قليل العيب، وأن أبو بكر كان إمام هدى، وأن الخوارج من الكفر فروا، وأن الرسول حرم المتعة. المهم عنده كذبات كثيرة. طيب هذا يضل الناس عن سبيل الله، كيف ما أنت مسكتم به لن تضلوا؟ والصادق يقول عن أبي بكر وعمر توليهما فإنني أتولاهما. قلتم أنها تقية. ليش الأئمة يكذبون على أنفسهم وعلى المخالفين وعلى الشيعة؟ يعني يا أخي، يعني عندكم الأئمة دجاجلة يا شيعة، وهم قادة الضلال وقادة الدجل والنفاق. ما هذا يا شيعة؟ أسألكم بالله، هل هذا دين أهل البيت؟ ايش الذي اضطرهم للتقية حتى في مسائل يا شيعة؟ والله أنني قرأت أحاديث التقية حتى في مسائل يعني بايخة، يعني الاختلاف مثلا في حي على الصلاة أو في التكتف أو في كذا، يقول لك كل شيء تقية. وفي أحاديث تقول حرام عليك أنك تمارس التقية في التكتف أو في المسح على الخفين. أو المهم دينكم ورب البيت والكعبة يا شيعة عجين. كل هذا لأنه من اختراع البشر، ولا أي واحد إنسان سوي. شفتم دائما الشيعة يقول لك يا أخي التقية علشان المحافظة على النفس، مش هذه خلاص أصبحت التقية مع الشيعة. إذن يا شيعة أهل البيت هم سبب الضلال وهم سبب تفرق الأمة. يقول لك البحراني لامتزاج أخباري بأخبار التقية فلم يعلم من الدين إلا القليل بسبب كثرة التقية. إي والله يا شيعتنا، يعني حتى لو جاء الأئمة الآن لقلت لهم أنتم كذابين، حتى لو ما فيش واحد من المخالفين، حتى لو ما فيش واحد من أهل السنة. لو جاء المهدي ستقول له أنت كذاب، أنت تكذب يا مهدينا عجل الله فرجك الأغر. أقسم لك بالله يا شيعي لو جاء واحد من أهل البيت وسمع أنك تقول هذا الكلام عنه، والله العظيم لقال لك ماذا؟ لو كان الناس لنا شيعة لكان 3/4 شكاكا والربع الآخر أحمق، وهل قتلنا إلا أنتم؟ يعني إيش هذا التشيع الكاذب؟ إيش هذا الحب الكاذب؟ تتهمون أهل البيت أنهم أهل الدجل والنفاق. حسبنا الله عليكم يا شيعتنا الأقداس.